اهلا بيكم. انا محمد يوسف وده برنامج يعني مثلا ممكن نسميه تصميم على الماشي. في التصميم دوت هنعمل يافطه لمحل سمك. اليافطه طبعا 3 متر في متر. جبنا اول حاجه الشكل بتاع البحر دون، بعد كده عملنا عزل للسما وغيرنا شكل السما عشان ما كانش عاجباني الصراحه. جبنا اللوجو بتاعنا اللي احنا عاوزينه اسماك الحوت وعملنا له شادو كده بالشكل بتاعه. بعد كده جبنا شكل الخشبه اللي نحط عليها المنتجات بتاعتنا، عملنا الليفل عشان نغمقها شويه. جبنا اول شكل معانا وبعد كده دخلنا على البين تول وقصينا الشكل ده وصغرنا حجمه معانا عشان يناسب التصميم بتاعنا. يعني عملنا طبقة تانية منه. عملنا بعد كده شادو للشكل اللي قدامنا ده عن طريق ان احنا عملنا له نسخة تانية، وبعد كده دخلنا على البلندنج مود وخلينا اللون بتاعه اسود، وبعد كده ادينا له شادو يعني عملنا مثلا فلتر بلور، وبعد كده عملنا جازيان بلور، وعملنا كمان برضو فلتر موشن بلور عشان يظبط معانا الشكل. دخلنا بعد كده على الشكل التاني برضو شكل السمكة التانية اللي معانا دي، برضو جبنا شكل شيب على شكل دايرة وبعد كده قصينا الشكل بتاعنا. نفس الكلام برضو خطوة تانية عملنا لها بلندنج مود، لون اسود، فلتر بلور، جزم بلور وكده، وهكذا برضو في الشكل التالت نفس الكلام شيب. قصينا الشكل بتاعنا بالطريقة اللي تناسبنا. دخلنا برضو نفس الكلام ظبطنا المساحة بتاعته على الخشبة، خدنا منه طبقة تانية ولنفس الشادو. خدنا بعد كده بالفرشة عملنا شادو تاني بسيط كده صغير له، وجبنا الشكل دوت. وبعد كده دخلنا على الشانل، حددنا اكتر لون اسود فيه، وبعد كده قصينا الشكل بالطريقة دي عشان يجي معانا مظبوط. عملنا له ماسك وظبطنا برضو الشادو بتاعه عشان يكون مساوي مع اخواته. وجبت كده ملف PSD عليه شكل شوية اسماك كده، كنت بحاول نحطه في النص بين الاشكال بس مظبطش معايا. قلت ان انا اغير مكانه في الاتجاه التاني في اخر الشاشه. حسيت كده ان الليرات معايا مش متظبطه، قعدت اظبط فيها واعمل بقى كل مجموعه مثلا كل طبق عليه سمك بالشادو بتاعه بالحاجه بتاعته كلها. ظبطت كل واحد في مجموعه، خليت دوت يعني مثلا طبق رقم 1 2 3 4 عشان يبقى سهل معايا بعد كده لو انا هستعملهم في اي حاجه تانية. وخفيت الشكل التاني كنت انا مشتري اللي انا كنت منزله البيست ده وظهرته تاني. ظبطت بقى الهيو الساتريشن بتاعته عشان يطلع معايا مظبوط. وجبت كده شكل 3-4 جمبريات كده قلت احطهم على الترابيزه يمكن يعملوا معانا شغل يعني. قصيتهم بالشانل، اديناهم شادو كده خفيف بسيط معاهم. وده كان باركود انا كنت عملته باسم صفحة المطعم يعني، وحط عليه اللوجو بتاعهم. هيتحط برضه على اليافطة، اي حد يوم داخل بالكاميرا بتاعته داخل على السكان يجيب الباركود هيظهر له الصفحة بتاعة المطعم ديت. يعني تركايه جت مننا لصاحب المطعم، وانا كتبنا لك الكلمة بتاعته. هو كان عاوز الكلمة ديت: مهما السمك كتر الحوت هيفضل حوت. عملنا له كام طبقة يعني 3 طبقات فوق بعض عشان يدي زي بعد كده كأنه ثلاثي. كتبنا بقى الكلام اللي هو على اليافطة اللي هو عاوزه: مشوي ومقلي وسنجاري. وظبط بقى الحاجة بتاعتهم الأبعاد بتاعتهم يعني وكده. كتبنا بعد كده اسمه إدارة الشيف أبو آدم والرقم بتاعه والعنوان يعني، وبس. وده التصميم. أسيبكم بقى تكملوا مع باقي التصميم الآخر. نسيت أعرفكم بنفسي صحيح، أنا محمد يوسف مصمم جرافيك من مصر. لو حابب تشوف فيديوهات أكتر من النظام ده ممكن تشترك في القناة وتسيب لنا تعليق حلو وجميل شبهك وتفعل الجرس. إن شاء الله يعني نكبر مع بعض ونكون نعمل قناة حلوة يعني بإذن الله. والله المستعان. يلا سلام يا أصدقائي.